لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل يوم القيامة: يا ملائكتي أخرجوا من النار كل عين باتت تحرس في سبيل الله. يا ملائكتي أخرجوا من النار كل عين غضت عن محارم الله. وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين. بداية حياكم الله جميعا، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى. فأنا بصفتي من أبناء مدينة شربين أمثل الأزهر الشريف أتقدم بالشكر والعرفان لصاحب هذه الفكرة الفريدة وصاحب هذا العمل المجيد، حج سيد الدمناوي، الحج عربي شامة، نائب شربين، كابتن إيهاب السلام. ولكن حينما سمعت هذا الخبر المؤلم أقول كما أمرني ربي سبحانه وتعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. والله يا عباد الله، حينما سمعت هذا الخبر الأليم ما قلت إلا كما أمرني ربي: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيد الغدر ويد الخيانة ويد الإثم طالت فارس مباحي الشربين. والله هذا الرجل، لا أقول هذا نفاقا، كان يحترم المحترمين، كان يحب كل إنسان محترم. أنا في عملي بالأمس كنت أتحدث مع بعض العاملين في الأزهر، كل إنسان حكى لي قصة عن هذا الرجل، فقال لي: والله يا مولانا ذهبت إلى هذا الرجل ما وجدت منه إلا الأدب والتسامح والعفو، ولكن لا نقول إلا كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل عنده قضاء. ولكن يا عباد الله، هذه هي الدنيا. استمع ماذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا هو كلام سيد المرسلين حينما جاء إليه أمين وحي السماء وقال له: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت.